أسعد الله صباحكم بكل خير من جامعة اللاذقية، مخبر الأحجار الكريمة والنيازك. درس عملي في المخبر بإشراف الدكتور محمود مصطفى. أهلا وسهلا فيكم في جلسة العملية. اليوم رح نحكي عن استخدامات المجهر من أجل دراسة صخور النيزك. بداية خلينا نتعرف على طريقة تمييز الفلزات أو الأحجار تحت المجهر. عندي هون جدول ماشي اللي مثل ما شايفين، تدرج ألوان من الأسود الأبيض الأصفر وإحنا ماشيين. هذا اسمه الترتيب الأول، هذا الترتيب الثاني، هذا الترتيب الثالث. شو يعني؟ اللون بخف من هون لهون بهالاتجاه. فلما بقول مثلا اصفر من الترتيب الاول، اصفر من الترتيب الثاني، الترتيب الثالث، عشان نعرف نحن. بالنسبه للاحجار تتذكروا نحن اذا تحت المجهر شفنا الحجر اسود، لون الفلز اسود، بقول هذا حديد مغنيتيت كروميت سبينل، كل هالوان معدني قاتم بيكون. اذا شفته بهاللون رمادي وابيض بكون عباره عن البلاجوكلاس. طبعا رح نحاول نفرق لكم البلاجوكلاس انه شلون رح يكون في ضمن البنيات، رح يكون